الفلوج ده ما كانش ينفع يبدأ من غير ما اشكر كل واحد عمل لايك او عمل شير او كاتب كومنت. ما كنتش كملت. يوسف come out. تعال. Stop it. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده في البيت انا ويوسف لسه مش عارفين هنعمل ايه. تفتكر نعمل ايه يا يوسف؟ ها؟ نعمل ايه؟ We'll go out. Yes. Yes? Yes. Okay. يوسف عايز يخرج. تروح فين؟ No, stop looking in the mirror. No, no. يا ابن اللذيذة. المهم عندي المكتب. شايف مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين؟ مين ده. ده؟ يوسف لسه بيتكلم جديد ف غالبا يمكن اول كلمة عربي يقولها. اون تيب. عندي المكتب رجع تاني الوضع القديم. يعني هي مش عارف، محتاج حبة توضيب. فغالبا هقضي نص ساعة كده ولا حاجة النهاردة اقعد اظبط المكتب وشوية كده ونخرج. يوسف تعمل ايه؟ كوكي ماما. ها؟ كوكي ماما. تاكل شوكولاتة؟ كوكي ماما ميد. No, come on. Alright, here, come here. Don't take it off, okay? Let's go. خارجين متأخر شوية، فاضل حوالي كده ساعة ونص على حين وهي خلاص المدرسة، فممكن أنا ويوسف نعمل إيه يا يوسف؟ نروح ناكل حاجة كده في السريع وبعد كده نروح نجيب أي نوحين. بما اننا جينا هنا حابب اقول لكم حاجه عن ماكدونالدز. ماكدونالدز هنا في انجلترا مختلف تماما عن ماكدونالدز في مصر او في الميدل ايست عامه. في مصر مثلا بيتارجت فئه معينه، يعني مش اي حد في مصر طبعا بياكل في ماكدونالدز. يعني مثلا البرجر هناك بيعادل 50 جنيه 60 جنيه، على عكس بقى هنا تماما. هنا اي حد بياكل في ماكدونالدز. ماكدونالدز هنا بتاع الشعب زي الشبراوي كده عندنا في مصر. ده بيرجع طبعا ان سعره هنا كويس وفي متناول كل الناس. انا عن نفسي ما بحبش ماكدونالدز، بس من وجهة نظري هو بيزنس ناجح قوي 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 يعني. انا عن نفسي ما بحبش ماكدونالدز. هنروح نجيب اتنين طيار. الجو
الجو ساقع ها؟ الجو ساقع؟ ها؟ Oh, it's a dog. You said. No, it's all right. I'm waiting to go in. You're all right. You said. You're stroking the dog. Yes. Go. Huh? He wonders what you're doing with that to him. He's suspicious of it. Hey, sit down. He's that protective of the children. Really? That's good. Those kids, yeah. جبت الاولاد من المدرسه واكلتهم ودلوقتي رايح الجيم. بحاول ان انا ما اخدش الكاميرا معايا الجيم عشان مش عارف، حاسس ان في ناس ممكن ما تكونش بتحب الفيديوهات اللي في الجيم. في ناس تانية برضه قالت لي لا انا عايزين نتفرج على فيديوهات في الجيم، عايزين تمرينات مش عارف ايه. فيبقى اكتبوا في الكومنتس لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر في الجيم. يعني الحمد لله الواحد عنده نوليدج كده بسيط في الموضوع ده، فلو حد عايز يسأل عن اي حاجة فهروح الجيم وبعد كده اشوفكم لاحقا. لو مش لاحقا هيبقى بكره ان شاء الله. صباح الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هيبقى يوم ليزي في البيت، لان انا عندي مذاكره كتير محتاج اخلصها، وفي نفس الوقت جالي ايميل محتاج اخش على النت اشوف المواد الالكتيف اللي انا هختارها لسنه تانية. المفروض ان يبقى فيه 3 رغبات من اصل 6، بختار منهم الامثل ليا او اللي انا عايزهم، في الاخر في واحده منهم تبقى هي دي اللي انا هاخدها ان شاء الله السنه الجايه. فتعالوا معايا كده نشوف ايه الرغبات الموجوده. طيب دي المفروض المواد او الاوبشنز اللي انا هختار منها المواد الالكتيف اللي هدرسها السنه الجايه ان شاء الله. فانا ليا 3 اختيارات اختارهم يعني من حوالي 5 او حاجه زي كده. فاول ماده فاينانس اند لو، انا بكره الفاينانس جدا فوش لا، يعني اول حاجه كده من غير ما اقراها اساسا لا. تاني حاجه، تاني اوبشن entrepreneurial marketing، انا بحب الماركتنج عامه. ف entrepreneurial marketing ده ايه خياله بقى؟ يقول لك تبص بقى على الاسسمنت. يعني اما انا ابص على الاسسمنت، انا ما بحبش الاكزامز عامه، يعني ما بحبش الامتحانات. فانا هبص على نوع الاسسمنت اللي هم بيأسسوا بيه الماده دي. فبيقول لك assessment 1 30% essay و70% برضو assignment essay. فده حلو جدا بالنسبه لي، يعني ده كده اكيد خلاص. يبقى دي ايه، ماده اكيده من المواد اللي احنا هناخدها ان شاء الله. تالت اوبشن management of change، غالبا بقى يعني نظرة عامة عن المانجمنت وبتاع وكده. فده برضو انا بحب الكلام ده لانه ليه علاقة كبيرة بالهيتش ار. الاسسمنت بقى ايه خياله؟ بيقول لك assessment 1 2500 word assignment 100% weighing. طب حلو جدا، ده الاسسمنت الوحيد ليه هو assignment 2500 كلمة، ده الامتحان بتاعه. حلو جدا، ده كده تمام. يبقى كده معانا ايه، ماركتنج، ومعانا المانجمنت اوف تشينج. طيب في اوبشن كمان operation and supply chain. بيني وبينكم انا مش عارف supply chain ده، انا يعني حاجه من الحاجات اللي انا اسمع ان هي كويسه بس ما اعرفش عنها اي حاجه. طب نقرا كده عنها. develop student ability to examine complex business and organization to determine how. يعني ليه علاقه بالاوبريشنز والكلام ده. ده بيقول لك بقى ايه 50%. لا ده عليه 3 components assessment. 30% portfolio، 20% data model analysis، 50% written business report. طب ده عليه امتحان، عندي عليه مثلا ده عليه 3 انواع من ال assessments. طب نخلي ده على جنب دلوقتي، ننزل تحت نشوف اخر حاجة. اخر حاجة، لا اخر حاجتين. في public relation برضو عليه علاقة بالماركتينج، انا حابب ال public relation. طب ده الاسسمنت بتاعه ايه خياله؟ 50% presentation و50% essay. طيب حلو ده برضو، انا تمام. اخر حاجة sustainable development global dimension of environmental impacts of broad range of environmental concerns. طب لا ده فاكس ده، انا ماليش في ال environment والكلام ده sustainable ومش sustainable. طيب احنا كده يبقى معانا 3 اكيد ان شاء الله: public relation و management of change و
entrepreneurial marketing. طيب كده اخترت المواد، ان شاء الله بقى ربنا يعيننا على المذاكره. لو في حد فيكم بيدرس نفس المواد دي او درسها قبل كده يا ريت يبقى يكتب لي رايه في كومنت، يعني تبشروني كده اذا كانت مواد سهله ولا مواد صعبه. ان شاء الله متفائل خير لانها غالبا كلها بيزنس ريليتد، وانا الحمد لله يعني حابب البيزنس، فربنا يسهل ان شاء الله. Assalamu alaikum is the Muslim greeting and means peace be upon you. Assalamu alaikum. My name is Yusuf and I am a Muslim. يوسف مين ده؟ بابا نيم بابا ماني نيم من الله أن يبعد عنا الشيطان حتى نخشى. استنى واحدة wait this. لا شاه. دي من ضمن الالعاب اللي جبناها للاولاد عشان تساعدهم يتعلموا عربي ان شاء الله. ألف ب نو فين جيم؟ ده يوسف استنى يا عم دي مش جيم، دي ده هي this one. No, not this one. غين Then. And this one. ميم. Lamb. غالبا كده الفلوج هيخلص هنا، معلش لو كان الفلوج ده قصير بس Almost done it now. بس ان شاء الله انا بصور فيديو تاني هينزل غالبا يوم الاحد او يوم الاثنين، بس الفيديو هينزل على الفيسبوك بس مش هينزل على اليوتيوب، هو مش فلوج. فلو انت مش عامل فولو على الفيسبوك اعمل فولو عشان تقدر تشوف الفيديو، ولو انت اول مره تشوف الفيديو ده على اليوتيوب ومش عامل سبسكرايب Subscribe.